بيبدأ الفيلم مع الراوي وهو بيسأل وبيقول مين هو الشبح، وبعدين بيجاوب على السؤال وبيقول إن الشبح روح محكوم عليها بالتعاسة الأبدية. وبعدها بنشوف قنبلة بتتحدف على مكان، وبيظهر طفل مصاب وطفل تاني خايف من شكل الدم. وبعدها بنشوف الطفل المصاب وهو مربوط بأحبال وواقع جوه حمام سباحة، والطفل التاني قاعد بيعيط عليه. ومن هنا بتبدأ أحداث الفيلم. وتاني يوم بنشوف كارلوس الطفل اللي عنده 10 سنين وهو راكب عربية مع روبرتو صاحب أبوه، وبياخده وبيوديه لدار أيتام. وبنعرف إن كارلوس فقد أبوه وأمه في الحرب الأهلية اللي حصلت في أسبانيا. وأول ما كارلوس بيدخل الدار بيشوف صاروخ كبير واقع في وسط الساحة، لكن إلما العاملة بتطمنهم وبتقول لهم إن الجيش أبطل مفعوله وإنه مش هينفجر. وبعدها روبرتو بيدخل يكلم كارمن مديرة الدار وبيطلب منها تسمح لكارلوس إنه يفضل عندهم، لكنها مش بتوافق وبتقول إن عندها أطفال كتير وإن الأكل والموارد قليلين. بس روبرتو بيقول لها إن إخوان أبو كارلوس كان من الأبطال الشيوعيين اللي ساعدوا في انتهاء الحرب، وإن من واجبهم تجاه الأبطال دول إنهم يهتموا بولادهم، خصوصا لو حد عرف إن كارلوس ابن واحد من الشيوعيين مش هيكون في أمان. وبنعرف إن كارمن بتساعد الشيوعيين وبتديهم ذهب علشان يبيعوه ويشتروا سلاح، وده بعد موت جوزها وإصابتها وبتر رجلها على إيد القوميين. ووقتها بيتدخل الدكتور فيليب وبيقول لها إنها ست شجاعة ووقفت قصاد الخطر لوحدها وأكيد مش هتسيب طفل صغير للموت، وبيقدر يقنعها إنها تسمح بوجود كارلوس، وفعلا بتوافق. وفي الوقت ده كارلوس بيكون في الساحة، ووقتها بيلمح ظل الولد بيراقبه، ولما بيقرب من المكان اللي كان الولد موجود فيه مش بيلاقي حاجة. وبعدين بيجي ولدين أصغر منه بيتعرفوا عليه وبيكونوا اسمهم جلافز وأول، وبيفضل كارلوس يفرجهم على قصصه المصورة. وساعتها جلافز بيعرض عليه إنه يديله قصة من القصص، وفي المقابل هيديله جلافز حجر مرمر. وفي أثناء ما هم واقفين وبيتكلموا بيجي طفل أكبر منهم اسمه جيمي، وبيكون واضح إنه متضايق من كارلوس وغيران إنه بيكلم أصحابه، وعشان كده بيتخانق معاه وبياخد منه القصة المصورة. وبيفضلوا الطفلين يتخانقوا مع بعض لحد ما كارلوس بيشوف روبرتو بيديله الشنطة وبيسيبه وبيمشي. وساعتها بيتأكد كارلوس إنه هيقضي باقي عمره جوه الملجأ. وبعدها بيجي فيليب وبيتعرف على كارلوس وبيفرح لما بيشوف معاه كتب كتير، وبيسأله هو أنت بتحب القراية؟ وبياخده وبيفرجه على دار الأيتام، وبيقول له ما تخافش، انت هنا هتبقى موجود وسط اخواتك واصحابك وهتتعلم حاجات كتير. وبعدها بتاخده كارمن وبتوريله السرير اللي هينام عليه وبتديله مفتاح دولابه. وساعتها كارمن بتلاحظ ان في مفتاح من مفاتيحها مش موجود، وبيفضل الاطفال يهمسوا لبعض ويقولوا ان الولد الجديد اخد سرير سانتي. ومن الناحية التانية بنشوف جاس وكونشيتا، وبنعرف ان هما الاتنين بيشتغلوا عمال في الدار وبيحبوا بعض. وبيكون جاس قاعد مع اصحابه وبيتفق معاهم انه اول ما يوصل لمكان الذهب هيهرب معاهم. وبالليل كارلوس مش بيعرف ينام، وفجأة بيسمع صوت طفل بيتألم، وبعدها بيشوف ظل وبيعتقد انه الطفل اللي نايم في السرير اللي جنبه، لكنه بيتفاجئ ان السرير اللي جنبه فاضي، فبيخاف. وقبل ما يقرر ينام تاني بيسمع نفس الصوت، فبيفضل ماشي ورا الصوت. وفجأة أباريق المية بتدلق لوحدها على الأرض، وكارلوس بيشوف آثار أقدام. ووقتها باقي الأطفال بيصحوا وبيقولوا لجيمي إن الولد الجديد دلق المية بتاعتهم، فبيقول له جيمي أنت مجبر إنك تروح المطبخ وتجيب مية بدل اللي أنت دلقتها. لكن كارلوس بيقول لهم إنه لسه جديد وما يعرفش أصلا مكان المطبخ، فبيستفزه جيمي وبيقول له أنت أكيد خايف. فبيقول له كارلوس إنه مش خايف، وبيطلب من جيمي إنه يجي معاه ده لو ما كانش هو اللي خايف. وبيتفقوا هما الاتنين إنهم يروحوا المطبخ ويجيبوا المية. وفعلا الولدين بيتسحبوا وبيدخلوا المطبخ، وبيقدر جيمي إنه يملى المية ويخرج. لكن فجأة بيظهر الشبح ورا كارلوس وبيوقع المقصات، ووقتها جاس بيحس بوجوده وبيروح وراه على المطبخ. لكن كارلوس بيستخبى بسرعة، ولما بيدخل جاس مش بيلاقي حد، وبنشوف إنه بيفتح باب سري وبيكون
وبيكون وراه خزنة، ولما بيتأكد من إن الخزنة سليمة بيخرج وبيقفل المطبخ بالقفل، وبيتحبس كارلوس جوه وبينزل يستكشف القبو، وفجأة بيظهر له الشبح. فكارلوس بيترعب وبيحاول يخرج بأي طريقة، وفعلا بيقدر يخرج. لكن وقتها جيمي وباقي الأولاد بيحدفوا طوبة على الإبريق اللي كارلوس ماسكه وبيتكسر، وبسبب كده جاس بيمسكه. وتاني يوم فيليب بيسأل كارلوس مين اللي كان معاك امبارح، وبيشرح له انه كده اخترق القوانين وانه لو عمل كده تاني هيتعاقب. لكن كارلوس بيرفض انه يقول على جيمي واللي معاه، بس فيليب بيلاحظ ان جيمي وجلافز وقول متوترين، وبيعرف ان هم اللي حرضوا كارلوس وبيتعاقبوا كلهم. وبعدها فيليب بيحاول يقرب من كارمن ويعبر لها عن حبه، لكن كارمن بتصده. اما بقى كارلوس فبيروح القبو وبيقف قدام حمام السباحة وبيكلم الشبح. وفجأة بيجي جيمي ومعاه جلافز وقول، وبيتخانق جيمي مع كارلوس، ووقتها كارلوس بيزقه في حمام السباحة. فجلافز وقول بيزعقوا في كارلوس وبيقولوا له ان جيمي مش بيعرف يعوم، فبينط كارلوس بسرعة وبينقذه. وساعتها بنشوف ان في جثة غرقانة في الاعماق. وفي الوقت ده جاس بيشوفهم وبيجي يضرب جيمي وبيقول لهم ايه اللي جابكم هنا. فبيقول له كارلوس ان هو السبب وان جيمي والباقيين ما عملوش حاجة. فبيمسكوا جاس وبيعوروا في وشه. وبيروح كارلوس لفيليب وبيعالج جرحه. فبيسأله كارلوس عن الاشباح وبيحكي له انه سمع وشاف شبح لطفل صغير. فبيطمنه فيليب وبيقول له ان الاشباح ملهاش وجود وان كل حاجة بتحصل ليها تفسير منطقي وسبب علمي. وبالليل جيمي بيروح يصحي كارلوس من النوم وبيقول له ما تخافش، وبيعتذر له وبيبقوا اصحاب. وبيفضل يقرا لهم في القصص المصوره وبيوري لهم خاتم وبيقول لهم انه لقاه. فجيمي بيعجبه الخاتم وبيعرض على كارلوس انه يديله صوره هو اللي رسمها في مقابل الخاتم، وبيوافق كارلوس. ومن الناحيه التانيه بنشوف ان كارمن على علاقه بجاس، لكنها مش بتحبه وبتخاف لحسن فيليب يعرف علاقتهم، وده لانها بتحترم فيليب ومش عايزه تسقط من نظره. وبيكون واضح ان جاس هو كمان مش بيحبها، وبنشوفه وهو بيلعب في ميداليه المفاتيح، وغالبا كده هو اللي سرق المفتاح. وبنكمل مع كارلوس اللي بيسأل اصحابه هل هم بيسمعوا صوت الطفل ولا هو بس اللي بيسمعوا وبيشوفوا. فبيقول له جلافز انهم مش بيسمعوا اي صوت، لكنهم بيحكوا له عن قصة صديقهم سانتي واللي اختفى في نفس الليلة اللي وقع فيها الصاروخ في الساحة، وبيقولوا له انه هرب لانه خاف لحسن الصاروخ ينفجر ويموتوا كلهم. وتاني يوم بنشوف جاس وهو بيستعد علشان يخرج بالعربية هو وكونشيتا علشان يشتروا أكل ومؤن. بيقرب جيمي من كونشيتا وبيديها الخاتم اللي أخده من كارلوس، وده لأنه معجب بيها، وهي بتفرح جدا بالخاتم لكنها بتكون بتحب جاس وعايزاه يتجوزها. وبعدها كارمن بتجمع الأولاد وبتشرح لهم درس بيتكلم عن الحيوانات في العصور القديمة، وبتسأل الأطفال عن الحيوان اللي قدامهم في الصورة، وبيقول لها كارلوس إن ده الماموث ويعتبر جد الفيل. فبتعجب بذكائه وبتقوله انه هيبقى ليه مستقبل عظيم. وبيلاحظ كارلوس ان جيمي بيعرف يرسم وبيرسم صورة حلوة جدا للماموث. وبالليل كارلوس بيكون عنده وبيتفرج على رسوماته، فبيتسحب وبيقرب من الدولاب بتاعه وبيفتحه وبيطلع الرسمة. وساعتها بيتفاجئ لما بيلاقي جيمي راسم صورة للطفل الشبح، وبيتأكد من ان جيمي هو كمان بيشوف الطفل ده. ومش بس كده، ده جيمي بيكون راسم الطريقة اللي اتقتل بيها الطفل وكمان كاتب اسمه. وبنعرف ان الطفل اللي اتقتل هو نفسه سانتي اللي كل الاطفال معتقدين انه هرب. ووقتها كارلوس بيرجح ان جيمي هو اللي قتل سانتي. ومن الناحية التانية بيروح فيليب يستلم شوية جوابات وبيشوف ان القوميين قابضين على شوية شيوعيين وبيكون من ضمنهم روبرتو، وبعد ما بيحققوا معاهم بيعدموهم. فبيخمن فيليب ان اكيد روبرتو اعترف على كارمن وقال انها بتدعم الشيوعيين، واكيد قال انها ظاهريا بتدير الملجأ لكن من الباطن بتديهم فلوس علشان يجيبوا بيها اسلحة، وعشان كده بيرجع بسرعة على الدار. وفي الوقت ده كارلوس بيقف قدام الصاروخ اللي في الساحة وبينادي على سانتي وبيكون عايز يعرف قصته. وفجأة باب المطبخ بيتفتح لوحده وبيدخل كارلوس وبيلاقي شبح سانتي واقف قصاده، وبيسأله كارلوس مين اللي عمل فيك كده، لكن سانتي مش بيرد غير بكلمة واحدة وهي
هي كلكم هتموتوا. فبيترعب كارلوس وبيعتقد ان سانتي عايز ينتقم منهم، فبيقول لسانتي انه هيعمل اي حاجة يطلبها منه، لكن سانتي بيكرر نفس كلامه وبيقول ان كلهم هيموتوا. فكارلوس بيخاف وبيجري بسرعة، بس سانتي بيفضل ماشي وراه وبيكرر نفس الجملة، وبيهرب كارلوس وبيستخبى جوه دولاب تخزين وبيقفل على نفسه، وبيحاول الشبح انه يفتح الباب، بس كارلوس بيفضل ماسك في المقبض جامد لحد ما الشبح بيزهق وبيمشي، وبيفضل كارلوس نايم في الدولاب لتاني يوم لحد ما بتيجي إلما وبتفتح الدولاب وبتتخض أول ما بتشوف كارلوس مستخبي جوه، وهو كمان بيتخض وبيصرخ. ومن الناحية التانية بيوصل فيليب وبيقول لكارمن إنهم لازم يهربوا دلوقتي ويسيبوا المكان، وده لأن القوميين قتلوا روبرتو واحتمال كبير يكون اعترف عليهم، لكن كارمن بترفض إنها تهرب وتسيب الولاد. فبيقول لها فيليب إن القوميين مش هيأذوا الأطفال وإنهم ممكن بعد كده يرجعوا ياخدوهم، لكن كارمن بتصمم على رأيها وبتقول إنها مش هتسيب الأطفال لوحدهم، وعشان كده بيؤمر فيليب كونشيتا إنها تجهز الأطفال والعربيات لأنهم هيهربوا، وبتفتح كارمن الخزنة وبتاخد منها الذهب والأوراق المهمة، وبيجي جاس وبيسألها هو أنت هتهربي؟ فمش بترضى تقوله، وبيبقى واضح إنه ناوي على الشر، وبتشوفه كونشيتا وهو بيخبي سكينة وبيروح يهدد كارمن إنها لو ما سابتش الذهب هيقتلها، لكن كارمن بتقفل الخزنة بسرعة وبتقوله إنها أنقذته وهو صغير لكنه حقير وما يستاهلش. وفي نفس الوقت بنشوف إن كونشيتا راحت بلغت فيليب باللي بيحصل ده، وفيليب بيجي ومعاه بندقية وبيهدد جاس بإنه لو ما خرجش دلوقتي هيقتله، فبيتعصب جاس وبيشتم كارمن، بس هي بتضربه بالعصاية بتاعتها، وبعدها فيليب بيطرده وفعلا بيمشي بس مش بيبقى ناوي على الخير. بعد كده فيليب بيطلب من كل الأطفال إنهم يجمعوا حاجتهم، فبيروح كارلوس يجمع حاجته وبيروح جيمي وراه، وساعتها كارلوس بيقول لجيمي إنه عارف إن سانتي ميت، وبيجمع الأطفال كل حاجتهم وبيحطوها في عربيات، وبيطلب فيليب من كونشيتا إنها تجيب كل البنزين الموجود، وبتدخل كونشيتا المخزن وبتلاقي إن كل جراكن البنزين فاضية، وبتلاحظ إن كمان البنزين متسرب من العربيات ومدلوق حوالين الملجأ كله، فبتاخد البندقية وبتكون متأكدة من ان جاس هو اللي عمل كده، وفعلا بتشوفه هو بيدلق البنزين في المكان كله، وبتهدده انه لو ممشيش هتقتله، لكنه بيقول لها انت جبانة ومش هتقدري تعملي حاجة. وفي الوقت ده بتجهز كارمن الأطفال وبتطلب من الأطفال الكبيرة انهم ياخدوا بالهم من الأصغر، وبنكمل مع جاس اللي بيزق كونشيتا وبيوقعها، وبسبب كده بتخرج طلقة من البندقية وبتصيبه في كتفه، لكنه بيولع في المكان وبيهرب، وبتخرج كونشيتا وبتحذر الكل وبتقول لهم ان المكان كله هيولع، وساعتها فيليب بياخد كل الاطفال وبيخرجهم بره، وبتحاول إلما انها تطفي النار وكارمن بتروح تجيبها، وفي نفس اللحظة بيكتشف فيليب ان كارمن واربع اطفال مش موجودين، فبيروح علشان يجيبهم، لكن للأسف مش بيلحق، وبيحصل مجموعة انفجارات وبيموت عدد كبير من الأطفال والباقي بيكونوا مصابين، وبنشوف إن جاس واقف بعيد وبيراقب اللي بيحصل. وبعد شوية بيفوق فيليب وبيكون مصاب ومش سامع حاجة لأنه فقد السمع، وبيروح بسرعة يطمن على باقي الأطفال اللي عايشين وبيسيبهم مع كونشيتا، وبعدها بيروح يطمن على كارمن اللي بتكون بتحتضر وبتقوله إن هي كمان بتحبه وبتطلب منه ياخد باله من باقي الأطفال. وفي الوقت ده بتقرر كونشيتا إنها تمشي وتروح للمدينة مشي وتحاول تجيب لهم أي مساعدة، وبتطلب من جيمي إنه ياخد باله من باقي الأطفال لأنه الأكبر سنا فيهم، وبتودعه وبتمشي. بعدها فيليب بياخد البندقية وبيطلع يقعد قدام الشباك، وبيكون متأكد من إن جاس هيرجع من تاني لأن هدفه الذهب، وبيطلب من كارلوس إنه يجمع كل أصحابه المصابين، وبيحاول فيليب إنه يتماسك لكنه بيكون متأكد إنه مش هيعيش كتير. وبالليل جيمي وكارلوس بيساعدوا الأطفال الأصغر منهم، وبعدها كارلوس بيسأل جيمي أنت تقدر تقتل شخص؟ فبيرد جيمي وبيقول انه يقدر وهيعمل كده، وبيحكي له ان سانتي كان اعز اصدقائه وانهم في يوم كانوا بيلعبوا مع بعض بالليل كالعاده، لكن سانتي سمع صوت جاي من ناحيه المطبخ، ولما قرب تجاه الصوت شاف جاس وهو بيحاول يفتح الخزنه، فحس جاس بيه وفضل يضرب فيه ويساله شفت ايه، وبعدها زقه فاتخبط في الحيط وكان بيحتضر، فسابه جاس وراح علشان يجيب حبل بسرعه. وفي الوقت ده جيمي قرب من جثه
جسد صاحبه وكان مرعوب وخاف لحسن جاس يشوفه ويقتله هو كمان، فاستخبى بسرعة، لكنه شاف جاس وهو بيربط جثة سانتي بالحبال وبيرميه في حمام السباحة. وعشان كده جيمي مصمم انه ينتقم من جاس ويجيب حق سانتي. وتاني يوم بنشوف كونشيتا وهي ماشية وبتلمح عربية وبتشاور لها، لكن لسوء حظها بيكون جاس واصحابه هم اللي جوه العربية، وبيطلب منها جاس انها تعتذر له، لكنها بترفض وبتقول له انها مش خايفة منه، فبيقرر يقتلها ويكمل في طريقه للملجأ. وفي الأثناء دي كارلوس بيكون بيعالج أول زي ما فيليب طلب منه، وبعدها بيشوفوا عربية جاس وبيعرفوا فيليب إن في حد جاي عليهم. وبالفعل أول ما جاس بيشوف فيليب بيخاف وبيقرر يرجع بالعربية، وده لأنه بيبقى متأكد من إن إصابة فيليب خطيرة وإنه على وشك الموت فهيقدر يرجع تاني. ووقتها كارلوس بيشوف سانتي وبيتكلم معاه، وبنعرف ان سانتي كان بيحاول يحذرهم، وبيطلب من كارلوس انه يجيب له جاس، وبيوعده كارلوس انه هينتقم منه. اما جيمي فبيكون مع فيليب وبيكتشف انه مات، وبعد شوية بيجي جاس تاني وبيهددهم وبيجبرهم يدوروا معاه على الخزنة، وأول ما بيلاقوها بيحبسهم كلهم في أوضة. ووقتها جيمي بيقول لهم إنهم لازم يخرجوا لأن جاس هيخلص عليهم، بس الأطفال بيخافوا وبيقولوا إن جاس وأصحابه أكبر منهم وأقوى ومعاهم البندقية، لكن جيمي بيقول لهم إحنا عددنا أكبر، وبيقرر يحكي لهم جاس هو عمل إيه في سانتي. وعشان كده بنشوف إن الأطفال بياخدوا قطع إزاز وبيصنعوا أوتاد خشبية حادة، وبعدها جيمي بيشيل جلافز وبيخليه ينط من الشباك علشان يفتح لهم باب الأوضة، بس اللي بيحصل ان جلافز بيقع ورجله بتتلوي. وفجأة بنشوف شبح فيليب بيساعدهم وبيفتح لهم الباب، وفي نفس الوقت جاس واللي معاه بيفتحوا الخزنة لكنهم بيلاقوها فاضية، وعشان كده أصحابه بيقرروا يتخلوا عنه وبياخدوا العربية وبيهربوا، إنما هو بيفضل يدور على الذهب لحد ما بيلاقيه جوه الطرف الصناعي بتاع كارمن، وبيفضل يخبيه كله في جيوبه. وبعدها بيكتشف إن أصحابه سابوه، ووقتها بيجي كارلوس وجيمي وبيشتموه وبيجروا، فبيجري وراهم وبيقول لهم إنه هيقتلهم، لكنهم بيجروا على القبو، وبيمسك جاس البندقية وبيكون ناوي يخلص عليهم، لكن جيمي بيفاجئه وبيطعنه في دراعه فبتقع منه البندقية، وبيفضل باقي الأطفال يطعنوه، وفي الآخر بيرموه في حمام السباحة، ولأنه بيكون حاطط الدهب في جيوبه فبينزل ومش بيعرف يطلع. وفي الوقت ده بيظهر شبح سانتي وبيخلص عليه، وفي النهاية الأطفال بيكملوا في طريقهم للمدينة، وبنشوف شبح فيليب وهو بيراقبهم وبيطمن عليهم. وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة.